السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحضر وصفة حلوة قوي من وصفات شهر رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، داخلين على شهر رمضان. هنحضر الوصفة مع بعض، سهلة قوي وحاجة أساسية كده في رمضان، وحلوة جدا جدا جدا، وهتعملي كمية كبيرة قوي واحلى واطعم من اللي هتجيبيها من بره بمراحل. وهنشتغل كله في الخلاط او بالمضرب اليدوي، مفيش اي مشكلة. انا هشتغل كله في الخلاط. عندي اول حاجة حطيت 3 كوبايات من المية، عليهم معلقتين كبار من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار لبن بودرة، ودول اختياري ممكن تستغني عنهم، نص كوباية من دقيق البسبوسة، وكوبايتين من الدقيق. الكوبايه اللي انت هتعايري بيها الميه هي اللي عايري بيها الدقيق ودقيق البسبوسه، عشان المقادير تطلع معاكي كلها مظبوطه. وهخلطهم بقى حلو قوي 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 مع بعض في الخلاط لحد ما يوصلوا قوام ناعم كده زي ما هتشوفوه. ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي ومفيش اي مشكله. في السريع كده هعيد معاكم المقادير تاني: 3 كوبايات من الميه، كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من دقيق البسبوسه، معلقتين من اللبن البودره ودول اختياري، معلقتين سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، نص معلقة صغيرة خميرة، وربع معلقة صغيرة ملح. كل ده خلطته مع بعض في الخلاط، وبعد ما يتضرب تماما وينعم هعديه بس كده على مصفى، بحيث ان انا ابقى متأكدة ان الخليط بتاعي مفيهوش اي تكتلات وصافي كده وكويس. تمام. هو اصلا ما طلعش رواسب ولا اي حاجة خالص لان احنا ضربينه كويس. هركن بقى الخليط دوت بالظبط 10 دقايق يرتاح، مش اكتر من كده، لان انا مش عايزه الخليط بتاعي يخمر. تمام، عشان لو خمر معايا مش هيكون حلو. هجيب بقى طاسه تكون سخنه وتكون ما بتلزقش، يعني تيفال، جرانيت، سيراميك، اي طاسه عندك تكون ما بتلزقش. الاستانلس والالومنيوم مش هينفعوا في الوصفه دي خالص. احنا بنعمل قطايف بطريقه حلوه قوي واحلى من اللي هتجيبيها من بره. طبعا دي وصفه من وصفات رمضان الاساسيه كده. كملوا بس معايا الفيديو للاخر عشان خاطر في تريكات كده حلوه قوي مش عايزينها تفوتكم. في اي طاسه بقى ما بتلزقش ومش مدهونه اي حاجه خالص، على درجه حراره تكون هاديه، النار بتاعتك تكون هاديه خالص، ما تكونش ولا وسط ولا عاليه، نار هاديه. الطاسه تسخن كويس قوي. تمام. ولما تسخن كويس قوي تبتدي بقى انزلي بالخليط بتاعك، هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده بقى. بس اعملي بقى المقاس اللي انت عاوزاه. عاوزه حجمها اللي هو الحجم الكبير، تمام. عايزه حجمها اللي هو العصافير الصغير، براحتك. عايزاها وسط، براحتك. بصوا شكلها. انا بصراحه بحب المقاس اللي هو بيبقى يعني العصافير الصغير ده، مش بحب الكبيره، عشان كده عاملاها مقاسها صغير. يعني انتي بقى عايزاها تكمليها كبيره تعمليها صغيره، براحتك. اول ما تبتدي تعمل فقاعات كده وتحسي ان الفقاعات دي كلها خلاص بقت تقريبا ما فيهاش خليط خالص ومسكت نفسها كده، طلعيها على طول. دي كده الكميه كلها بعد ما خلصت. بصوا لونها من تحت خطير، وبصوا المسامات بتاعتها ضيقه وحلوه قوي. بكوبايتين دي طلعنا كميه حوالي، لو هتشتريها من بره هتبقى اكتر من كيلو. انا بطلعها على فوطه وبغطيها عشان خاطر تفضل طريه وما تنشفش معايا. كده خلاص، دي الكميه كلها اللي طلعت تقريبا اكتر من كيلو قطايف لو هتشتريها من بره. والنظافه بقى والشكل والملمس والطعم ده بقى ايه ما اقولكيش. هبتدي بقى اعمل حشوه كده عباره عن سوداني وجوز هند وزبيب. احشي بقى الحشوه اللي انتي عاوزاها، هقلبهم كده في بعض وهحشي بيهم. عايزه تحشي كريمه، عايزه تحشي جبنه، عايزه تحشي نوتيلا، الحشوه اللي انتي بتحبيها احشيها. احنا كده عملنا الاساس، والحشوه دي بقى بتاعتك انتي.
هقفل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. وطبعا زي ما قلت لك الحشوه تقدري تحشيها بالطريقه اللي انت عاوزاها والحشوه اللي انت بتحبيها. بس والله العظيم يعني اعملوها في البيت القطايف، يعني ان شاء الله شهر رمضان جاي علينا كده، يعني ان شاء الله يجي علينا بخير وصحه يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. بس بجد اعملوا القطايف في البيت، ما تشتروهاش من بره، هتفرق معاكم جامد قوي في الطعم وفي القوام وفي ان هي مبتشربش زيت ومقرمشه وخفيفه. هتبقى احلى من اللي هتجيبوها من بره بكتير. وكفايه بقى ان انتوا ضامنين نظافتها، يعني دي كفايه. بس كده كنت خلصت الكميه كلها، كنت بغطيها وانا بقفلها عشان خاطر ما تنشفش، لان القطايف من الحاجات اللي هي بتنشف بسرعه وبتفتح وكده. وهبتدي بقى ايه في زيت سخن، هبتدي بقى ايه ان انا احمرها. ممكن بقى لو انت ما عندكيش الشربات تعمليه قبل ما تعملي اي حاجه خالص، يعني قبل ما تشتغلي فيها اصلا وقبل ما تعجنيها تعملي الشربات بتاعها عشان يلحق يبرد. بس انا الشربات كان عندي في التلاجة فما عملت الشربات السيرب بتاعها. انت هتعمليه ازاي لو مش عندك؟ كوبايتين سكر على كوبايتين ميه وعصره ليمونه، هتحطيهم على النار 10 دقايق. بعد الغليان هتطفي عليهم وهتسيبيها تبرد تماما. بعد كده تدخليها التلاجة. اهم حاجه الشربات بتاعك يكون بارد وساقع عشان خاطر القطايف تفضل ناشفه معاكي كده ومقرمشه ما تطروش. تمام. بس وهنحمرها عادي جدا، هتاخد لون من الجنب ده نقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. وده الشربات طلعته كده من التلاجة. بس ما تاخد معاكي اللون الذهبي الحلو ده خرجيها بقى على طول من الزيت على الشربات. مش هتاخد وقت معاكي خالص، يعني انا عجنتها وقفلتها وحمرتها وعملتها كلها ما اخدتش معايا ساعة والله العظيم. هقلب بقى القطايف في الشربات وهسيبها بس ايه دقيقتين كده تشرب من الشربات كويس. وبعد كده هخرجها على مصفى عشان تصفي بقية الشربات الزيادة اللي فيها. اول ما ابقى خلاص هطلع الطاسة التانية، هروح مطلعة دي كده على مصفى عشان تصفي باقي الشربات بتاعها، واحط اللي في الطاسة بقى في الشربات. بسيبها بس في الشربات كده دقيقتين 3 تشرب من الشربات كويس من جوه. بعد كده بخرجها بقى على مصفى عشان اي شربات زيادة ينزل ما تبقاش مسكرة قوي معاكي. ولو بتحبيها طرية ما تطلعهاش، يعني ما تحمرهاش قوي في الزيت، بس تاخد لون كده يمين وشمال وخرجيها لو بتحبيها ان هي تبقى طريه. لكن لو عايزاها تبقى ناشفه كده ومحمصه فاديها اللون الذهبي دوت وحمريها شويه. هخلص بقى الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم. خلاص بقى هي تعمل بالطريقه دي كده. يعني ما شاء الله كوبايتين دي طلعوا معانا كميه حلوه قوي. لو انت هتشتريهم من بره هيعملوا معاكي حوالي اكتر من كيلو والله العظيم. وما كلفتناش اي حاجه، بحاجات كلها موجوده في البيت. هتعملي احلى قطايف ممكن تاكليها في حياتك، ضامنه نظافتها ضامنه طعمها ضامنه كل حاجه فيها. انت اللي عاملاها بايدك، يعني حاجه كده خطيره.
رصيها بقى في الطبق وقدميها بالشكل اللي انت عاوزاه. رشي عليها بقى شويه مكسرات، اي حاجه براحتك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهستنى رايكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.